السلام عليكم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد الخلطه زوينه للقدمين. شوفوا يا سلام القوام ديالها كيف داير، زوينه بزاف. رجلين اللي فيهم التشققات، اللي فيهم القشور، وكيخلي الرجيلات رطبين ويخليهم مردين، يعطي واحد اللوين زوين. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المكونات والطريقه كيفاش غادي نستعملها. اول حاجه غادي نحتاج شي بول اللي غادي نخلط فيها المكونات كاملين. غادي ناخذ هنا بيكربونات الصود، ولا ما كانش عندكم تستعملوا غير الخماره ديال الحلويات العاديه بحال هذه ولا الاخرى اللي كتكون في الغوص. غندير تقريبا واحد المعلقه هكا. ثاني مكون اللي هو الخل، كيف ما كتشوفوا غادي نوضعو وانا كنحرك. من الاحسن تستعملوا هذا الخل الملون. من بعد غادي نضيف المايزينا او النشا ديال الذره. غادي نضيف 2 ملاعق كيف ما كتشوفوا. غنبدا نحرك في هاد العناصر، وهنا الا احتاجينا الخل غادي نضيف الخل باش ما يجيناش الخليط ديالنا عقد. صافي نخلطو مزيان باش يذوب لينا هاد المكونات هادي. نزيدو شويه الخل صافي ونخدموه مزيان. شوفوا كي ولو. غادي نضيف كذلك القليل ديال القهوه سريعه الذوبان. ما غاديش نضيف بزاف، غير واحد شويه فقط. كيف ما كتعرفوا على القهوه راه زوينه. صافي خلطهم هكا مزيان. شوفوا وغادي نضيف كذلك البابريكا او التحميره ولا الفلفل الحلو مطحون. كيف ما كتشوفوا غادي نضيف واحد الملعقه ونصف. غادي نخلط جيدا. شوفوا الخليط كيولي. هنا الخليط ديالنا. شوفوا غادي نضيف القليل ديال الخل لان باش متعقدش لينا هاد المكونات هادو. تخدموها مزيان هكا. واخر حاجه غادي نديرها اللي هي الصابون البلدي. استعملوا اي صابون بلدي متواجد عندكم. تقريبا نضيف واحد الملعقه صغيره. استعملوا اي صابون بلدي متواجد عندكم، يا كان بالاعشاب يا كان. شوفوا غادي نخدمو مزيان حتى ينسجم لينا الصابون البلدي. من الاحسن يكون درجه الحراره ديال الغرفه ما يكونش بارد، ما غاديش يذوب لكم. شوفوا انا دغيا بزاف حس كان على برا. صافي دابا من بعد ما خلطنا المكونات مزيان، شوفوا الخليط اللي حصلنا عليه بحال هكا خصو يكون القوام ديالو. غادي ندوزو باش نطبقوه على الرجيلات ديالنا. غادي ندوز باش نطبق معكم كيف ما كتشوفوا. غادي نوضعها على الرجيلات هكا. انا شاركت معكم الوصفه بصراحه زوينه بزاف، غير جربوها. كيبقاوش الرجيلات ديالك مشقين وتيرطابوا. غنوزعها على رجلي هكا كيف ما كتشوفوا. نستمر هكا تندير الرجل كامله كيف ما كتشوفوا. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما درت الخلطه على رجلي هكا، فانا درت غير رجل وحده باش نشارك معكم، عاد من بعد نكمل.
من بعد غتجيبوا شي بلاستيك غذائي ولا غير بلاستيك عادي هكا، توضعوا فيها الرجل ديالكم بحال هكا، وتخليوها تقريبا واحد نصف ساعه. الا كنتي جالسه من الاحسن تكوني جالسه وديري هاد الوصفه هادي، ولا كان عندك الشغل ما جالساش يعني ديري هادي وتلبسي فوق منها القشر ديالك وتمشي عادي. يعني الوصفه راه غتبقى لك في رجليك. شوفوا هنا يدي كيف ولات. هاد الوصفه بصراحه زوينه. غادي نخليها المده تقريبا، غادي نقول لكم مده شحال خليتها، وغادي نرجع معكم في الاخير باش تشوفوا الشكل النهائي. لان تقريبا دازت واحد الساعه. درت هنا الماء سخون كيف ما كتشوفوا في واحد المايو، وهنا راه كتلبس القشر. دابا غادي نحيدهم، درتهم من فوق من البلاستيك كيف ما كتشوفوا. هانتو غادي نديرهم في الماء وغادي نغسلهم مزيان. صافي هنا غادي نغسلهم مزيان كيف ما كتشوفوا. نغسلهم مزيان ونشفهم من الماء مزيان، ومن بعد ناخذ شي محكه عاديه هكا، حكاكه ديال الرجلين ولا اللي متواجده عندكم، وغادي نبدا نحك بهم الرجيلات ديالي ونرجع معكم. غادي نشف رجليا مزيان. صافي من بعد ما نشفتهم مزيان كيف ما كتشوفوا هنا الاضاءه شويه قليله ما بانش داكشي مزيان. المهم انا نبدا كنحك فيهم هكا. شوفوا استمر كنحكهم مزيان، ومن بعد غادي نغسلهم ونشفهم. صافي هنا من بعد ما حكيتهم ونشفتهم مزيان غادي نمشيو نديرو المكون الاخير. دابا اخر حاجه اللي غنديرها هي فازلين. غادي ندير فازلين رجليا ومن بعد ندير ليهم القشر. فكانت هذه الخلطه ديال اليوم. فانا استعملت معكم الخلطه ديال القدمين. بصراحه شوفوا من الاستعمال الاول يعني كتعطي النتيجه. فضروري اي حاجه كتبغي استمراريه، يعني واحد المره ولا جوج المرات في الاسبوع. فانا وريتكم يعني رجليا، ما جبتش لكم شي رجلين اخرين وحطيتهم لكم في الصوره، ولا حطيت لكم شوفوا يعني شفتوا رجلين في الاول وشفتوا في الثانيه، يعني راه كاين واحد التغير. فكنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تجربوا الوصفه وتردوا عليا، وكنقول لكم مع السلامه. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده.